صباح الخير. نسيب عيان التجميل في حاله لو سمحتوا. كفايه ان انتوا ما بتعملولوش دعم معنوي اثناء العمليه او بعد العمليه. مش لازم بقى تنكدوا على المريضه عيشتها وتقعدوا تقولوا لها ما انا قلت لك ما تعمليش العمليه، ما انا قلت لك هتتعبي، ما انا قلت لك. وتجيلي واحده يا عيني في المتابعه اللي جوزها مزعق لها، اللي اختها قالت لها مش عارف ايه، اللي مامتها مخوفه اخواتها كلها وعماله تقول لهم روحوا شوفوا الحقوا اختكم. مريض التجميل هو المريض الوحيد اللي بيجي من غير دعم معنوي من الأسرة المحيطة بيه، لأن محدش شايف المشكلة اللي عنده. مريض التجميل تقريبا هو الوحيد اللي بيشعر بالمشكلة، لأن هي بتبقى مشكلة عضوية مأثرة عليه نفسيا. جوزها شايفها حلوة، أمها شايفاها حلوة، أختها شايفاها حلوة، صاحبتها شايفاها حلوة، بس محدش شايف التشوه النفسي اللي موجود جواها. محدش شايف الثقة المهزوزة اللي عندها لو كانت مناخيرها بايظة أو صدرها كبير أو صدرها صغير أو بطنها مترهلة أو أيا كان. المريض بعد جراحة التجميل، أي جراحة التجميل من الجراحات الكبيرة مش الصغيرة، تمام؟ فبالتالي فترة الاستشفاء بتاعتها طويلة، بتاخد شهر ونص ل3 شهور لحد ما المريض يخف ولحد ما يبقى كويس والنتائج الشبه نهائية تبان، والجروح بتاخد 6 شهور لسنة لحد ما تبقى كويسة أو تختفي حسب نوع جلد المريض. طول الفترة دي بقى بيمسكوا الأهل المريض يمسكوه يبكتوه إن هو عمل العملية. يجي لي المريضة بتعيط، يا دكتور جوزي قال لي مش عارف إيه، أختي قالت لي إيه. سيبوها في حالها أرجوكوا، سيبوها في حالها، هتخف وهتبقى كويسة. واي حاجه بتحصل بعد العمليه دي تبعات العمليه. للاسف انا بشوف فيديوهات لناس كتير تقعد تتكلم وتوضح للناس قد ايه العمليات سهله وبسيطه وانت هتخرجي تاني يوم واسبوع وتبقي عايشه حياتك طبيعي. الكلام ده مش موجود. جراحاتنا جراحات كبيره مش صغيره، وفتره الاستشفاء طويله طويله طويله. يومكم سعيد يا رب.